شحال صعيبة تكون راجل، خصوصا في هذه الظرفية وفي هذا البلد السعيد. فإحقاقا للحق، وأنا كامرأة أقر وأعترف أن الرجل مهمته صعبة بزاف، مسؤولية كبيرة على عاتقه من جميع النواحي، عكس المرأة. صحيح الوقت تغيرات، والمرأة حتى هي ولات كتقوم بدور الراجل ملي كيكون خلل في الأسرة، كتقوم هي بدور ماشي ديالها، لكن كتبقى متطوعة وخير منها. أما الرجل فهو واجب عليه ومضغوط بضغوطات العمل الصعبة، وبهذا الغلاء الفاحش، وبمسؤولية البحث عن لقمة العيش اللي ما سهلاش. يعني جبال من الواجبات اللي ما كتساليش وما كتقاداش من مصاريف يومية للأسرة، ناهيك عن مصاريف الأعياد والمناسبات والدخول المدرسي والتصيف إلى وصل ليه. يعني معاناة مع الزمان لا تنتهي، واللي قال العصيدة باردة يجي يحط يدو فيها. فكان الله عونا لكم وسندا. فما تجيش وحده عاوتاني وتقول لي ما بقاوش الرجال. انا كنتكلم على الرجال، اما اشباههم فما كيعنيو ليا والو، لا من بعيد ولا من قريب. وانا اتكلم عن الرجال الاسوياء وليس المأسوهين. فلكي تكون رجلا في هذا الزمن وفي هذا البلد السعيد غتخلص غالي. فتحياتي واحتراماتي لكل رجل بطل ومجاهد عاطي ظهره للصهد والعافيه وكيحارب الغلاء والبلاء.